السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السادة عملاء مول القدس الكرام، أهلا ومرحبا بكم وكل عام وأنتم بخير. النهاردة إن شاء الله بإذن الله عندنا منتج مهم جدا كل ست بيت وكل عروسة بتستخدمه، ولازم نعرفك إن في منه بدل موديل 2 و3، ولازم نعرف حضرتك الاستخدام بتاعه. وأنا عايز أقول لك إن إحنا جايبين لك منتج بسم الله ما شاء الله حاجة محترمة جدا على أرض مول القدس. دلوقتي يا جماعة عندنا جميع بلاستيكات الوطنية بفضل الله، موجود جميع بلاستيكات شركه وطنيه. النهارده هنشرح لكم منتج من القسم الكبير ده كله بتاع البلاستيكات. فالنهارده بادئين بالجردل الشرشوبه اللي هو استخدام يومي لكل ست بيت ولكل عروسه. طيب لو عايز حاجه بسيطه، حاجه في المتناول، حاجه استخدامها عادي، هيكون معاك الجردل ده وبيبدا سعره من 490 لحد 580 و520 واسعار مختلفه كتير. بس انا اللي يفرق معايا كاي واحده او كاي ست بيت، انا بقول لحضرتك اللي يفرق معاكي الجردل بتاعك الماتيريال بتاعه عامل ايه. وهنفتح دلوقتي مع بعض الجردل ونعرضه على الصوره على طول اهو. بص يا ست الكل، حاجه بسم الله ما شاء الله، حاجه محترمه جدا. ماتيريال البلاستيك، انا عايز اقول لك حاجه، طالما ماتيريال البلاستيك بياخد ويدي معاكي كده، اعرفي ان الجردل بتاعك عمره طويل. البلاستيك الناشف ده يا جماعه بيطق، اي وقعه اي خبطه بيطق. طيب احنا البلاستيك بتاعنا اطمنا عليه وعرفنا ان البلاستيك ماتيريال عالي، شركه وطنيه، بلاستيك محترم، بلاستيك طري مش ناشف. طيب الحاجه اللي بعدها الحله الاستانلس بتاعتك، الحله الاستانلس بتاع الجردل. اهم حاجه الحله دي، لان هي دي العمر الافتراضي بتاع الجردل يا جماعه. انا عندي بعض الجرادل بيكون الحله بتاعته بلاستيك، وليكن حاجه زي كده بيكون البلاستيك. طيب العصاره دي عمرها مش طويل، العمر الافتراضي بتاعها مش طويل، ما بتستحملش العصر. طيب احنا النهارده جايبين لك جردل الوطنيه اللي هو انت مش هتتعبي في العصر ولا هتدوسي على العصاير ولا الكلام ده كله. احنا جايبين لك حاجه في الرئه وفيها 2 غيار، هنركب قدام حضرتك اهو. تمام، دي العصايه بتاعتنا يا جماعه. العصايه بيكون فيها امام برضو فرامل، وبتكون استانلس محترم. تمام اهو، هنركبها قدام حضرتك حالا. كده ركبنا العصايه بتاعتنا يا جماعه. طيب نبدا بقى نركب الغيار بتاعنا. بالمناسبه الجردل بتاعنا معاه غيارين زي ما حضراتكم شايفين كده. تمام، بنجيب الجزء اللي بيركب فيه الغيار، بيكون بالشكل ده اهو. بنركب الغيار كده وبنضغط عليه، نقفل اللوك بتاعه بس مش اكتر اهو. بيركب بالطريقه دي كده. انا ركبت الغيار بتاعي تمام، وبجيب العصايه واقفل بقى العصاره بتاعتي. ده الامان اهو اللي قلنا عليه بتاع العصايه. لو حضرتك عايزه تقفليها عشان تعينيها ما تاخدش منك مساحه، عايزه تفرديها وتطوليها برده شغاله معاكي على حسب طول الشخص اللي بيستخدم العصاره. طيب احنا دلوقتي معانا العصاره اهي. تمام، ولا حضرتك بقى هتقعدي تضغطي على الحله البلاستيك تتكسر منك ولا اي حاجه. دي حله ستانلس، حاجه بتكون امان اعلى وبيكون العمر الافتراضي بتاعها محترم زي ما حضرتك شايفه كده. بتشطفي هنا تمام، تشطفي كده بالشكل ده وتعصري او تنشفي كده بالطريقه بتاعتك دي. جردل محترم جدا يا جماعه، البلاستيك بتاعه طري وبيكون ماتيريال محترم جدا وكويس. ده اول جردل معانا يا جماعه من جرائد الوطنيه، وده اللي احنا بنقول عليه بسيط. كده يبقى شرحنا لحضرتك اول مرحله واول جردل معانا، وقلنا ده الجردل البسيط اللي بتستعمله اي ست بيت واي عروسه، بيكون سهل جدا في الشغل بتاعه. ده الجردل الاولاني، ومعانا جردل تاني ان شاء الله باذن الله نشرحه لحضرتك، ومعانا التالت باذن الله. تابعونا في الفيديو التاني والتالت هتعرفي التلات موديلات بتوعنا بتوع الجردل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.